اخويا الفنان العشريني اللي بعد يوم شاق قرر يروح يقعد مع اصحابه على القهوه، وبعد ضحك وهزار ودومنه وخرابيش شاي وخفه قوم تشرب سلوم، واخيرا خلصت القعده وقمت تتحاسب وتروح عادي زي كل مره. بس وانت مروح حسيت بالبضاعه، قلت تتمشى على الكورنيش وقعدت تتكلم عن النيل وكالعاده ترمي له همومك ورايحه بينا فين، والنيل بقيت تحسه البطن كده من كتر المشاكل اللي بتترمي له. والله تعدي على الكورنيش تحس ان النيل مبقاش ميه جاريه زي زمان كده، تحسه فقد الشغف كده وواقف باين، وتلاقي نفسك وانت واقف كده خايف من المستقبل وخايف من بكره واللي مخبيه، ومش عارف فعلا انت ماشي صح ولا بتتشر ولا ايه وضعك بالظبط. الفكره ان خوفك من المستقبل مش من فراغ، كل التجارب اللي عدت عليك زمان كانت تجارب منيله بنيله، وكان نتيجتها مش هي النتيجه المتوقعه، وكل خازوق وخازوق كان فيها قد النخله، وده بيقلل ثقتك في اللي جاي طبيعي، وتحس ان الدنيا كانت ماشيه معاك بمبدا طبيعي ما تبقاش مطمن من النتائج اللي جاي، اللي هو اذا كان اللي عدى كده والمسؤوليات ما كانتش بالحجم ده، امال بقى لما المسؤوليات تزيد ايه اللي هيحصل؟ ده غير ان لا يعلم العيب الا الله فنان يعني، فانت اكيد ما عندكش القدره انك تكون متاكد من نتائج فعلك. وسيبك بقى من شغل الطرود ده والولايه اللي بتطلع لايفات وحاطه قدامها بخور وتسالها محمد ابن فوزيه هيسافر السنه دي ولا لا، تقول لك اه هيسافر. طب محمد ابن فوزيه هتحبه ساميه بنت انهار؟ تقول لك اه هتحبه. طب محمد ابن فوزيه هيتنام؟ تقول لك اه هيتنام. اللي هو تحس انها ما بتزعلش حد، فده مش حقيقي يعني، وهبدا يا فنان. غير فكره بقى قله الثقه بالنفس اللي بتكون عند كل انسان، هي بنسب وكل انسان نسبه ثقته في نفسه عنده بتكون مختلفه عن التاني، بس صعب تلاقي الانسان واثق في نفسه 100%. وطبعا الكلام ده بعيد عن اخونا رمضان جانا، انا رمضان جانا يا عم، انت انا النبي يا عم، وما ننساش اخونا الافريقي المطرطش برضه. انا متغير مطرشم، انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش. الثقه في النفس عامل مهم ولازم يكون عندك شويه منه، عشان هو من اهم الاسلحه اللي هتقدر تحارب بيها خوفك من اللي جاي. وارجوك يا فنان بطل اوفر ثينكينج اللي بتجيلك دي كل يوم بالليل وانت حاطط دماغك على المخده، وبتجيلك كل يوم الصبح مع اول كوبايه شاي، وبتجيلك كل يوم وانت في المواصلات. وفي الاخر احب اقول لك يا فنان بطل اوفر ثينكينج اللي كفيله انها تفشخ لك دماغك وتقلل انتاجك وتهز ثقتك بنفسك. وافتكر دايما ان مستقبلك اللي جاي اللي انت خايف منه انت اصلا مش ضامن انك تكون موجود فيه، بعد الشر عليك يعني يا فنان، بس الاعمار بيد الله برضه، فما تخافش من حاجه انت مش عارف اصلا هتكون موجود فيها ولا لا. فبطل تفكر في المستقبل حتى عشان تعرف تنتج في سن ال20، عشان ما تلاقيش العمر بيجري وتلاقي المستقبل بقى هو الحاضر اللي انت عايش فيه. وافتكر انك معكش غير السعي بس، والنتائج مش بايدك. يلا سلام.